معنا الأستاذ إدريس أقشمير، هو محامي مدينة مراكش وعضو المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان في المغرب. واليوم حضر في الأستاذ الجلسة ديال الأخ سيدي محمد المديني، نبغيك تعطينا شي تصريح، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تحيه لكم جميع، تحيه لجميع المناضلين ديال المركز وجميع المتعاطفين مع السي محمد المديني. جلسه اليوم ادريت الساعه 10:15، وحضرنا حضر الاستاذ قشمير والاستاذ زهراش والاستاذ الحلو والاستاذ عجيب عن السي محمد المديني، اللي حضرته هو شخصيا وجاء في معنويات عاليه، وكانت القضيه غير جائزه لانه النيابه العامه مازال ما بلغتش جميع الاطراف باش يحضروا، ولذلك القضيه كانت غير جائزه وتم تاخيرها الى جلسه من هنا 15 يوم، يعني يوم 3/11 من اجل حضور جميع المطالبين بالحق المدني. طلبنا الصراحه المؤقت مره اخرى، وفي اطار هذا الطلب ديال الصراح كانت هناك مناوشات وكانت هناك مشادات كبيره مع المحامين ديال الاطراف الاخرى اللي هما كانوا كيعترضوا على ذكر ديك الاسماء، حين اننا حنا كنعتبروا بان محمد المديني هو سجين راي، وأن مجرد إبدائه لرأيه لا يمكن أن يعتقل بشأنه. نحن في بلد الحقوق والحريات، وإبداء حرية الرأي مضمونة، والإنسان يحكم على رأيه في حالة صراح، وبالتالي طالبنا بالصراح وطلبنا بأن تكون هناك حتى إذا كانت شيء كفالة مالية، طلبنا القاضي انه يعطي الصراح المؤقت المدني ولو بكفاله ماليه مهما كان مبلغها. حنا مستعدين اننا نتفاوضوا فيها ونعطيوها باش يخرج السي محمد المديني ويتحاكم في حاله صراح، وان الخروج تاعو راه لن يغير شيئا، انما سيعطي بعض الاشعاع لهذا البلد الى انه كاين هناك حريات الراي، وكاين هناك حقوق انسان، وكاين هناك محاكمه عادله، وهذا هو الاساس. شكرا لكم.